أهلا بيكم يا أغلى عيلة في لمتنا اللي دايما جميلة. راجعة لكم ومعايا حلقة طويلة وتفاصيلها كمان أصيلة. بسم الله نبدأ، وبالصلاة على النبي نتحصن. وعشان مزاجكم يتحسن لازم تعرفوا إن اللي توتة وماجي مش في حياته يلحق نفسه، عشان كل الحلو فاته. ركزوا في كل كلمة ويلا بينا. عند حسين كان بيزق المرجيحة بالراحة، وشروق قاعد عليها كان مستمتع جدا وبيغلس عليها وهي عمالة تبرطم بغضب طفولي، بس الفرحة كانت بتنط جدا من عينيها. يا عم ما تهزها كويس كده، بلاش غلاسة بقى. الله، بقالي ساعة بمرجحك يا ست هانم وفي الآخر بتطلعيني غلس. ده انت فعلا بقى ما عندكيش دم. ايوه هو فعلا كده، انا واحدة ما عنديش دم. هزها بقى وحركها كويس. يا باي ينوبك ثواب فيها بالله عليك يا اخي، تعبتني. يوه، بتوقفها ليه يا حسين؟ حرام عليك، هو انا قلت لك وقف؟ هو انت للدرجه دي حبيتي المرجيحه يا شروق؟ مش حكايه المرجيحه بس، الجنينه كلها من اول الاشجار الكبيره والعاليه والازهار الجميله اللي فيها دي كانها جنه يا ابني. يمكن انت مش واخد بالك علشان خاطر متعود عليها، لكن انا بقى عشان طول عمري ما بشوفش قدامي غير العفار والعربيات من شباك اوضتي او بلكونه فجر، فانا حاسه باللي بقوله ده جدا. اللون الاخضر ده كله بيريح العين يا حسين. طب ايه رأيك بقى مادام انت حبيتي الجنينة قوي كده، ما تيجي نقرب احنا ميعاد الفرح وليكي عليا، اما ارجعك كل يوم وادلعك كمان. ضحكت ضحكتها العالية تاني ورمت راسها لورا من الفرحة وهو بيميل عليها وبيطيرها بالمرجيحة. ها، ما قلتليش ايه رأيك بقى؟ طب والله العظيم انت مجنون. وفوق على السطح كان قاعد بيراقبهم وعينه بتطلع شرار، صدره طالع نازل من الغيظ. شايف حسين ده وهو عمال يتدلع قدامها بوقاحة وهي راضية ومبسوطة على الآخر. المشهد ده كان ناقصه فعلا عشان خاطر يفور دمه. هو طلع السطح عشان يقعد مع نفسه ويشرب الشيشة ويرتب أفكاره بعد الأحداث اللي حصلت. قام اتفاجئ بالاتنين دول في الجنينة الورانية بتاعت بيت أدهم المصري اللي بتطل على حارته الفقيرة. المنظر ده فكره بالماضي وتفاصيله المرة. نفخ الدخان من مناخيره ورجع لورا وهو بيزحف عشان محدش يشوفه، ودماغه وقتها كانت هتنفجر من كتر الأفكار والذكريات اللي هجمت عليه فجأة وكمان عكرت مزاجه. ولما شاكر وعيلته رجعوا من السهرة، فجر جريت على أوضتها فورا عشان تهرب من علاء اللي طلع معاه وشال إبراهيم لحد ما دخله أوضته وحطه كمان على السرير. وبعد ما شكروه استأذن علشان يمشي بعد ما فقد الأمل إنها تخرج له، خاصة إنها كانت بتتهرب منه طول السهرة. بعد ما فتح لها قلبه وقال لها كل اللي فيه، دخل علاء على والدته زهيرة اللي كانت مستنياه قدام التلفزيون وعايزة تعرف الأخبار بفارغ الصبر. مساء الفل يا ست الكل. مساء الخير يا علاء يا ابني، ها العشاء عدى على خير ولا حصل حاجة لا سمح الله؟ كله خير يا ست الكل والحمد لله. يعني كان هيحصل ايه بس؟ والله طول قعدتكم هناك وانا حاطه ايدي على قلبي يا ابني، خايفه لابوك ما يرحبش بيهم كويس، ولا اللي اسمها نرمين دي تعمل معاهم مغرز ولا حاجه. مش ولا بد، حاكم البت دي مش مضمونه وانا عمر قلبي ما ارتاح لها. ومين سمعك بس يا ست الكل؟ انا كمان عمري ما ارتحت لها ولا طايقها، بس بقى النهارده كانت زي الساعه ماشيه بادب. حاكم السيد الوالد كان مهتم بالجماعه النهارده قوي، ولا السفره اللي عاملينهم كانت ايه، حاجه ملوكي كده بصراحه. كان متوصي بيهم قوي. طب الحمد لله يا ابني، عقبالك يعني انت كمان بقى لما تتشرف بنسايبك قريب ان شاء الله، وهتبقى انت اللي مضيفاهم كمان يا ست الكل. مسحت بايديها على راسه بتأثر وهو حس بحنيتها، فحب يغير الموضوع علشان ما تعيطش. اسكتي صحيح، ده صاحبتك الست سميرة حرقت دم نرمين النهارده لما كانت هتجيب لها تبول لا ارادي. والله جد؟ طب ازاي بقى؟ قولي على طول، قولي احكي لي اوام. وفي أوضة فجر وشروق كانت قاعدة على سريرها بلبس الخروج، لسه ما غيرتش من ساعة ما رجعوا من العزومة، وسرحانة في الفراغ بتفكر في اللي حصل من شوية. علاء فاجئها النهاردة بكلام غزل صريح. هي أصلا كانت عمالة تسأل نفسها، هو أنا مالي فيه إيه؟ هو أنا بدأت أحس ناحيته بحاجة؟ الكلمات دي لخبطتها ووقفت عقلها ولمست حتة حنينة جواها. إزاي هتقدر تواجه وتفكر صح؟ والأهم من ده كله، لو إحساسها طلع بجد هو كمان إحساسه صادق، مش كان قبل كده بيحب واحدة تانية وبكل قوته؟ فاجر، انت لسه قاعدة بهدومك؟ فجر اتنطت من مكانها من الخضة لما اختها اقتحمت الأوضة فجأة وزعقت، يخرب بيتك يا شيخة خضتيني، قالتها وهي بترميها بالمخدة. وشروق تفادتها وقعدت تضحك بمرح
والله بجد اتخضيتي، سامحيني بقى، ما كانش قصدي والله. يعني بعد ما خضتيني وخليتيني قطعت الخلف تقولي ما كنتش اقصد؟ بجد حقيقي انت بنت مستفزه. طب معلش يا ابله في سامحيني، بس انا بجد استغربت قوي لما لقيتك لسه بهدوم الخروج وسرحانه اصلا. ويا ستي في ايه لما اقعد بهدوم الخروج ولا حتى انام بيها؟ انت مالك يا بارده؟ ده يخصك فيها اساسا. يوه ما خلاص بقى يا فوفا، سامحيني والله انا ما اقدرش على زعلك بقى. يا بنتي ابعدي عني بدلعك المرق ده، انا ما عنديش مرار ليكي، ده انت نحدي بس يا اخواتي. هجمت عليها قعدت تبوسها من خدودها. بحبك يا اختي، بحبك يا اختي يا قمرية، والله العظيم بحبك. يا بنت ابعدي عني بقى خنقتيني. وبعد ما هدوا من الضحك شويه، بنتي يا شروق، هي يعني امك زعلانه مني في حاجه؟ ليه يعني؟ هو انت عملتي حاجه زعلتها؟ ما اعرفش يا شروق، بس انا حاساها متغيره كده ومش فاهمه ليه. يا بنت الناس، امك لو زعلانه منك او متغيره هتقطع معاكي على طول او تديك على دماغك. هو انت مش عارفه سميره يعني يا قطه؟ اه صح عندك حق، انا امي جباره فعلا وما بتخافش من حد. دي كفايه اللي عملته النهارده في اللي اسمها نرمين، دي نشفت ريقها بتلميحاتها الصريحه. لا وشوف حسين بقى وبتفق معاه بتلقيح الكلام. والله العظيم دي اول مره اعرف فيها انه خبيث. بس دمه خفيف. تاني يوم الصبح علاء صحي بدري عشان يلحق يقابل مجنونته اللي مستخبيه منه من امبارح. كان نفسه يوصلها هي وابوها بالعربيه. لبس الجاكيته بتاعته وبدا يسرح شعره بسرعه، وقبل ما يلبس الساعه بتاعته تليفونه رن برقم غريب. فتح الخط واتفاجئ بصوت عارفه كويس. الو يا علاء، انا عصام. نعم يا سزفت، بترن عليا بصفه ايه وليه؟ ثم المهم بقى واللي عايز اعرفه دلوقتي حالا، انت جبت نمرتي منين وعرفتها ازاي؟ قول لي يا عم، مش وقت اسئلتك دي دلوقتي. وان كان على نمرتك فانا جبتها من سجلات المستشفى لما دخلت بابراهيم يوم الحادثه. المهم بقى، انا عندي ليك حته خبر ب1,000,000 جنيه. نعم يا فندم، خبر ايه ده بقى اللي ب1,000,000 جنيه عشان عاوز اعرف؟ عرفت مكان البت الخدامه يا علاء، او بمعنى اصح عرفت عنوانها. انت بتتكلم بجد يا عصام؟ ايوه والله العظيم زي ما بقول لك كده. انا نازل من بيتي دلوقتي حالا، هروح على العنوان مع اللي هيدلني. طب استناني بقى عشان جاي معاكم. استناك فين؟ انا خارج حالا عشان راجل مستنيني وانا لابس وجاهز يا بني ادم. قول لي اجيلك فين وبسرعه. بعد نص ساعه تقريبا علاء كان قاعد في عربيه عصام في الكرسي اللي قدام، وفي راجل غريب قاعد ورا، وعصام بدأ يعرفهم ببعض. اهو ده بقى يا علاء عم متولي، كان بواب العماره اللي فيها شقتي القديمه، يمكن تفتكره. علاء وقتها بص للراجل اللي في الخمسينات اللي لابس جلابيه بلدي وعمه بيضه. افتكرته طبعا، هو كان اياميها شباب اكتر من كده وجسمه كان نحيف على كده. اياميها بقى كنت لسه جاي من البلد وشقيان، لكن دلوقتي تخنت من الراحه والقعده على الكرسي. طب صحيح ايه الحكايه بقى بالظبط؟ فهمني يا عصام. شوف يا سيدي، انا شفت عم متولي بالصدفه في مستشفى حكومي وانا رايح ازور واحد صاحبي هناك. اتكلمت معاه ودردشنا شويه اثناء ما انا بوصي صديقي الدكتور يهتم بيه، ومن غير تفكير لقيتني بساله عن البنت امينه، رغم ان هو زمان ما كانش يعرف عنوانها، بس المره دي لقيته بيجاوبني وبيقول لي على عنوان بيت جوزها، وده عرفه بالصدفه لما كان رايح يزور واحد من قرايبه في المنطقه اللي هي اتجوزت فيها. انت متاكد من كلامك ده يا عم متولي؟ طبعا يا بيه متاكد، امال ايه، ده انا اعرفها من وسط 100. علاء هز راسه وبيلف العصام مرة تانية، فاتكلم بحماس. على خيرة الله، زود السرعة شوية بقى يا عصام، خلينا نوصل لبنت الأبلسة دي. بعد شوية العربية وقفت في حتة فقيرة قوي، البيوت فيها مبنية فوق بعضها بشكل عشوائي، أغلبها طوب أبيض جيري والباقي يدوب ساند نفسه بالعافية علشان ما يقعش فوق دماغ صحابه. التلاتة نزلوا من العربية ولقوا نفسهم غارسين في مية وطينة وسخت جزامهم، حتى طراطيف بناطيل علاء وعصام اتبهدلت رغم ان هما كانوا مشمرينها. اما عم متولي فكان حريف، رفع جلابيته الواسعه لحد ركبته وما همهوش الطينه وهو ماشي قدامهم يوريهم البيت. عصام طلع منديل وحطه على مناخيره واتكلم بقرف. يا ساتر يا رب، الريحه هنا صعبه قوي وكانها ريحه جثه متحلله. ده تلاقي بس كلب ولا قطه ميتين في الخرابه القريبه دي، انت مش واخد بالك من الزباله اللي ظاهره في مدخلها ولا ايه يا بيه؟ عصام بص ناحيه البيت اللي شاور عليه عم متولي ولف وشه بسرعه وبيحاول يتمالك نفسه عشان ما يجيبش اللي في بطنه. يا ساتر يا رب، دي زبالة بجد، وفعلا واضح ان في كلب ميت هنا. معلش يا دكتور، اصلك مش متعود على المناظر الوحشة دي، فممكن تستنانا هناك في العربية على ما نخلص مشوارنا بدل ما يغمى عليك ولا حاجة، واحنا خايفين عليك لحسن تتعب يعني ولا حاجة. لا يا حبيبي ما تخافش ولا تقلق عليا، انا هكمل طريقي ومشواري معاكوا عادي. قال يغمى عليا قال. ضحكت علاء زادت وبصله بصة غاظت عصام جدا، وعصام وقتها حاول يمسك أعصابه عشان ما يتخانقش معاه في الشارع.
عم متولي واقف قدام بيت بابه مدهون بالأخضر. هو ده البيت يا بيه، بيت أمينة وجوزها. عم متولي فضل يخبط على الباب، خبط كتير قوي ومحدش رد، كأن البيت مهجور ومفهوش صريخ ابن يومين. عصام اللي كان خلاص هيفطس من الريحة اتكلم بقرف. الظاهر كده مفيش حد في البيت ده، ما تيجوا نروح يا جماعة ونبقى نيجي في وقت تاني بقى. علاء بصله بصة سم قبل ما يلف العم متولي. انت متأكد يا عم ان هو ده البيت نفسه ولا يمكن غلطت في العنوان؟ طبعا يا بيه متأكد، عشان بيت قريبي هناك في الشارع اللي ورا ده، وانا في كل مرة باجي عنده بعد عليه، ولو عاوزيني اجيب لك قريبي هو كمان نسأله مفيش مانع. تسألوا مين يا بهوات؟ التلاتة اتخضوا ولفوا لقى ست واقفة ساندة على الحيطة. احنا جايين نسأل على أصحاب البيت ده يا ست، ما تعرفيش بقى هما راحوا فين؟ عشان بنخبط بقالنا فترة ومحدش بيرد. الست بدأت تتفحص علاء وعصام بنظرات مش ولا بد، جريئة يعني، جابتهم من فوق لتحت، من أول شعرهم لحد جزامهم الغالية اللي اتطينت بالطينة. لا هو أنت ما تعرفش باللي حصل لهم؟ مالهم أهل البيت وإيه اللي حصل معاهم بالظبط؟ إزاي بس ما تعرفش يا بيه؟ ده فتحي اتقبض عليه من يجي 6 شهور بتهمة التعاطي والتجار بالبرشام. التجار بالبرشام؟ طب إحنا عايزين مراته، هي فين؟ انتوا عايزين أمينة؟ طب ليه؟ أيوة بالظبط كده، هي أمينة دي فينها بقى؟ علاء جز على أسنانه وبص لعصام بصة تحذيرية عشان يسكت، واتكلم مع الست بشوية سياكة كده. يا ست إحنا من جمعية بتراعي الناس الفقراء، والباشا اللي جنبي ده عاوز يساعدها. عصام بصله ببلاها ومش فاهم جمعية ايه دي، بس اتفاجئ بالست بتقرب منه ومسكت قميصه بكم ايده واتكلمت بلهفة. طب ما انا كمان عايزة مساعدة يا بيه، ده انا شقيانة في خدمة البيوت وجوزي بيطلع عينه في السواقة على كام ملطوش، ولا هي المساعدة بقى ما تجوزش غير على أمينة. عصام بقه اتدلى وعينه اتسعت وبيحاول يفك ايده منها ومش عارف يقول ايه. بص لعلاء يستنجد بيه، بس لقى علاء بيبصله بتسلية وكاتم ضحكته. عم متولي بفطنته زق الست بعيد. يا ست بعيد شوية بقى، خلي الراجل ياخد نفسه. معلش بقى يا عصام بيه يا ابني. سامحني يا بيه، اصل كنت بغسل هدوم الواد. هدوم الواد؟ اه يا بيه هدوم الواد، ده انا ايدي بشت من كتر الغسيل. لو تتعطف عليا جمعيتكم وتجيبوا لي غسالة يبقى كتر خيركم والله. يا ست بيقول لك جمعية يعني اجراءات وشغل كتير وبحث عن حالتك في البداية، ما تجاوبينا الاول على سؤالنا وبعدها نشوف امرك بقى. أمينة مش هتلاقوها هنا، عشان هي أساسا من ساعة ما جوزها اتحبس وهي بتبات عند أمها وبتيجي هنا زيارات بس توضب البيت أو تاخد لها هدمات تلبسهم هناك. طب ما تعرفيش عنوان بيت أمها ده فين بالظبط؟ هو انتوا كمان هتروحوا لها بيت أمها؟ هي للدرجة دي اسمها مهمة عندكم في الجمعية؟ خبر ايه يا بيت، ما تجاوبي على السؤال وخلاص، لزومه ايه الربط ده كله؟ ما انا معرفش بيت أمها فين عشان اقول اصلا يعني. علاء مسح وشه بإيده وهو حاسس بخيبة أمل، بس اتفاجئ بعصام اللي بيكلم الست بلطف. طب ممكن يا مدام لما توصل هنا أمينة تتصل بالرقم اللي أنا هكتبهولك دلوقتي تبلغيني؟ الست شهقت بفرحة وهي شايفاه بيطلع ورقة وقلم وبيكتب رقمه. لا هو ده رقم تليفونك يا بيه؟ حضرتك ده رقم الجمعية مش رقمي، وعلى العموم انت فهموهم حالتك واكيد هم هيتصرفوا معاك كويس. الست لمست ايده بجرأة وهي بتاخد الورقة واتكلمت بنعومة. تسلم الايادي يا باشا. عصام بلع ريقه وجري هو وعلاء من قدامها، وعم متولي استأذن يروح لقريبه. اما الست فطلعت تليفونها الصغير واتصلت برقم ورد عليها صوت تعبان. قالوا يا راوية عايزة ايه؟ قالوا يا ست أمينة يلا طلعت مية من تحت تبن، بقى تعرفي الناس النظيفة دي وتخبي على جارتك حبيبتك؟ تقصدي ايه يا راوية؟ وفي الحوش بتاع المدرسة على كنبة خشب تحت الشجرة الكبيرة كانت فجر وسحر قاعدين. قالك ايه يا قطة؟ معلش يا حبيبة قلبي كده، عيد اللي قلتيه ده من تاني. وعيد من تاني ليه يا اختي، هي اغنية؟ لا ما انا وداني بايظة النهاردة، عيدي بقى بالله عليكي. لا انت بتستهبلي يا سحر، لو دانك بايظة ولا حاجة انت بس عايزة تحرقي دمي وخلاص. واحرق دمك ليه بس يا عبيطة انت؟ واحنا كل يوم بنلاقي رجالة بتقول الكلام الحلو ده؟ ولا حتى بنلاقي أبلة فجر تستجيب والشاي يحمر كمان؟ يا بنتي ده تطور كبير قوي ما كناش نحلم بيه أصلا. فجر لفت وشها الناحية التانية علشان تداري ضحكتها، وكلام سحر جه على الجرح فعلا. لا بقى ده انت شكلك كده واقع على بوزك، بتبعدي وشك وتداري ضحكتك عني. ما خلاص اتكشفت يا قطة وسرك بان. بجد يا سحر يعني أنا فعلا بحبه بقى، ولا دي مجرد فرحة من اهتمام الراجل بيا؟ ما هي قلبي لو ما كانش الراجل ده ليه مكانة في قلبك
ما كنتش انت حسيتي بكلامه ده ولا وشك الحلو ده نور من الفرحة كده؟ طب ازاي ده بس يحصل وانت بنفسك عارفة اللي فيها يعني وكده؟ قصدك يعني على حب القديم لفاتن؟ اه. بقولك ايه يا فجر، ما تسيبي الماضي يا حبيبتي وارميه ورا ظهرك. عيشي اللحظة يا بنتي وانسي بقى. انا مش قصدي تنسي فاتن طبعا، انا بس عايزاكي تفتكري كويس قوي ما دام اكتشفتي بنفسك براءة علاء. ها؟ يبقى شيلي كمان من دماغك حكاية تأنيب الضمير عشان انتوا الاتنين ما بتغلطوش، والحي أبقى من ميت. فجر سرحت وهي بتبص لبعيد وبتفكر في كلام سحر، وفجأة عينيها جت في عين حد مراقبهم من شباك فصل مفتوح، واتكلمت مع سحر بدهشة. بنت يا سحر، انت مش ملاحظة ان الأستاذ عبد الله مدرس الرياضيات بيبصلك كتير؟ ده غير ان انا بدأت احس بتصرفاته بقت غريبة شوية معاكي اليومين دول. بصت ناحية الشباك بس هو جري ودخل جوه الفصل بسرعة، وسحر اتكلمت باستغراب. أمال لو شفتيه وهو بيسلم على رمز، ده كأن ما في بينهم ترباية. يكونش بيحبك يا منيلة؟ نهار أبيض، يعني كان بيحبني في صمت وبيكتم في قلبه يا عين أمه، وانت ولا حاسة يا عديمة الإحساس. وأنا مالي يا أختي، حد قال له يقعد ساكت مع واحدة معجبينها كتير؟ هو الخسران، طبعا هو الخسران. في المكتب حسين قام من مكانه وهو بيسمع كلام أخوه علاء اللي كان عمال يروح ويجي في المكتب بتوتر ومركز في كل كلمة. علاء خلص حكايته فحسين وقتها سأله بسرعة: طب وبعدين يا علاء، مشيتوا كده من غير ما تعرفوا معلومة عنها؟ علاء رد عليه، حكاله كل اللي حصل. بس انتوا اتأكدتوا من العنوان؟ وانتوا متأكدين بقى ان جارتها دي هتبلغكوا لو شافتها؟ طيب مالين العنوان اللي انتوا راجعين منه دلوقتي؟ مالكش دعوة يا عم، ملينه وخلاص. حسين مسك ورقة وكتب فيها العنوان، بعد ما علاء ملهوله قفل السكة، فضل يبص للورقة كأنه لقى كنز وحمد ربنا، وبعدها اتحرك بسرعة وخرج من مكتبه ورايح لمكان هو عارفه كويس قوي. لو حد سألك سؤال شخصي أو اتدخل في خصوصياتك بطريقة مش عاجباك، مش لازم ترد بحدة ولا لازم تجاوب. اتعلم ترد بابتسامة وهدوء، تقول مثلا: والله الموضوع ده لسه في علم الغيب، أو لما يكمل هبقولك. الرد الدبلوماسي ده بيحرج اللي قدامك بشياكة، وبيفهمه إن في حدود هو تعداها من غير ما تخسر ذوقك. خليك ذكي في رسم حدودك، والناس هتتعود تحترم خصوصيتك. وبكده نكون خلصنا حلقتنا الحلوة للنهاردة، بس زي ما تعودنا في كل نهاية بيبدأ منها حكاية جديدة، لأن في عالم توتا وماجي الحب والونس مش بيخلصوا. خليكوا دايما معانا واشتركوا في كل القنوات بتاعت توتا وماجي على اليوتيوب عشان تفضلوا جزء من عيلة توتا وماجي اللي كبرت بيكم وليكم. وما تنسوش كمان تشاركوها مع كل صحابكم وحبايبكم. ولحد ما نتقابل تاني الحلقة اللي جاية، أكيد هتوحشوني. دمتم في أمان الله ومع السلامة.